ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى هقول لكم على طريقه شيش طاووق سهله جدا وطعمها حلو قوي مع شويه رز بشعريه بقى وشويه بطاطس تجنن بجد. تعالوا نشوف عملناها ازاي. انا عندي بوله حاطه فيها نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، ممكن اقل يعني الزيت مش نص كوبايه، اقل من نص بشويه. عندي معجون صلصه الطماطم، عندي معلقه كبيره. انا بقى محضره التوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، كزبره، بابريكا، 7 بهارات، بودره مرق الدجاج، شطه، من كل حاجه تقريبا نص معلقه صغيره. الشطه طبعا حسب الرغبه. هقلب بقى كويس جدا المكونات بتاعتي وهسيبها على جنب. انا المكونات دي خدت منها حوالي معلقتين كبار، شلتهم على جنب وهبدأ بقى انزل الشيش طاووق بتاعي. انا عايزاه يشرب من التتبيله كويس جدا. هنبدأ بقى نقلبه كده واتأكد ان كله شرب من التتبيلة اللي احنا عاملينها. حلو قوي. انا بقى محضرة حوالي 4 بطاطسيات كده مقطعاهم. عندي بصلتين وسط مقطعاهم برضو جوليان. التتبيلة اللي انا كنت عاملاها شلت منها معلقتين كبار. هبدأ بقى انزل بالتتبيلة دي وهقلب كويس جدا. انا عايزة البطاطس تشرب التتبيلة دي. هبدأ بقى ارص الفراخ بتاعتي الشيش عليها من فوق. عايزه اقول لكم اكله بسيطه قوي، ما بتاخدش وقت خالص وطعمها بجد حلو قوي. انا رصيت بقى الشيش بتاعي كله، هبدا انزل بقيه التتبيله بتاعتي وهدخلها الفرن. تقريبا هتاخد حوالي نص ساعه و5 دقايق، ساعه الا ربع، على حسب التسويه طبعا. كل فرن على حسب التسويه بتاعته. مش عايزه اقول لكم هتطلع قد ايه طعمها يجنن وريحتها فظيعه. بجد حلوه قوي وطعمها بجد خطير. بصوا الفراخ دايبه معايا مستويه حلو جدا، وطعمها شاربه من التتبيله بتاعتها حلوه قوي. والبطاطس برضو نفس النظام. بصوا، يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه رايكم ومستنيه كومنتاتكم، وان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.